لا، بقي سؤال واحد. هات. يقول: نحن عندنا الوقت متوفر ولكن العزيمة قليلة، بينما السلف عكسنا تماما، فالعزيمة موجودة عندهم والوقت عندهم قليل، ولم تكن عندهم وسائل التنقل السريع أو البحث السريع، فما هو السبب لضعف العزيمة وكيف نعالج هذا الضعف أثابكم الله؟ الوقت هو الوقت، ولكن اختلاف الإيمان، اختلاف القلوب، وكثرة المشاغل اليوم وأسباب الخطر. عندنا اليوم مشاغل ما كانت عند الأولين، وشرور ما كان عند الأولين، مهيئة للإنسان بالطرق الكثيرة، فلا بد من حزم وتشميل، ولا بد من نشاط متواصل، ولا بد من سؤال الله الهداية والتوفيق. فالعبد مسكين ضعيف إلا بتوفيق الله، والرسول عليه السلام يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهو مسلم في صحيحه رضي الله عنه ورحمه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فعليك بالجد والنشاط ومحاسبة النفس واستغلال الوقت، فالوقت هو ليل ونهار كما كان الأول ليل ونهار، ولكن الشان في وجود البركة والتوفيق والبعد عن المشاغل التي تشغل القلب وتشغل البدن وتشغل الجوارح. فعليك بالبعد عن أسباب الشر والحذر من أسباب الشر، وحفظ الوقت في طاعة الله مع سؤال الله التوفيق والهداية. لا تغفل، فالعبد مسكين إن خلي بينه وبين شيطانه ونفسه الأمر بالسوء هلك. فلا بد من سؤال الله، اضرع إلى الله واستعن بالله أن يعينك على طاعته وذكره، وأن يعينك من شر نفسك وهواك وشيطانك، وأن يحفظ عليك وقتك. فاستعن بالله واصدق وأبشر بالخير. متى صدقت مع الله واتقيته أعانك جل وعلا، كما قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والشيطان من الأعداء، فمن صبر على طاعة الله وترك محارم الله واتقى الله لم يضره عدو، كفاه الله شر عدوه. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وحفظ عنا وعليكم ديننا، وتوفانا جميعا مسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.